بصوا يا جماعه، يعني في حاجات سريه فما ينفعش تطلع دلوقتي عليا. اعملي نفسك مش شايفه حاجه. بصوا خلينا نبتدي من عند الصوره دي. صفحه واحده. طيب ماشي. بصوا يا جماعه، النهارده احنا هنحضر الاوبرا في قاعه الهنيجر، صح؟ مع الفنانه غاده. هي طبعا حد كبير. غاده امبارك. يعني سوريا ولا مصريه؟ لا انا سعوديه. لا بجد؟ والله. امبارك جت منين؟ من الصعيد، من الجنة. بصوا يا جماعه، النهارده احنا هنحضر الاوبرا في قاعه الهنيجر، صح؟ مع الفنانه غاده. هي طبعا حد كبير. غاده امبارك. يعني سوريا ولا مصريه؟ لا انا سعوديه. لا بجد؟ والله. طب امبارك جت منين؟ من الصعيد، من الجنة. طيب من جنة. يعني الناس دي يا جماعه ايه، لازم نصور معاهم كتير بقى، ولاد بلد وكده. فاحنا عندنا معرض فني حلو جدا ومميز، فعايزين ناخد وجهه نظر الفنانه واللاين بتاعها. هي بتقولي من شويه في كواليس ان هي ملهاش لاين معين، بس هي حابه ان هي تطلع الخطوط بتاعتها. فالنهارده هنتعرف على كل الحاجات اللي في المعرض قطعه ووجهه نظرها فيها، وهنمنتجهم شويه صغيرين، وهنحاول نقرب لكم وجهه نظرها في الصور، عشان عارف ان الموضوع بيبقى صعب عليكم شويه. فخلينا نبتدي في لوحه. ممكن بقى تدينا كده ايه نبذه عنك وعن طموحاتك، احلامك، بتحبي ايه، بتكرهي ايه، الجوانب الشخصيه اكتر من الجوانب الفنيه. انا دايما بخرج بره الموضوع الرسميات شويه. بحب ايه؟ يعني هفاجئ. طيب. بحب الحب. حلوه دي. طبعا جميله، صح؟ هو فين دلوقتي؟ مش موجود. هو مش موجود. لا انا بحب الناس قوي، بحب الناس، بحب اساعدهم، اصاحبهم، اتعامل معاهم انسانيا. دي اكتر حاجه ممكن، يعني لو اي حد طلب مني اي حاجه اجري عليه، لان هو ده اللي بحبه. طيب لو حد قال لك انت ايه اكتر حاجه بتحبي تاكليها؟ سعوديه بقى. اكتر حاجه بحب اكلها علشان سعوديه. أيوة. الملوخيه. وايه تاني؟ والحمام. حمام محشي. كنت امبارح في اسمه ايه ده، في صبحي كابر، والله مصور هنا. بالحمام من غيري. بالحمام من غيري بقى، فسامحيني. خلينا. بحب الحمام والعيش الشمسي الشمسي. انا لسه عندي مجموعه حلقات هتتعمل عن موضوع العيش ده، لان في مصر تاريخها فيه حوالي اكتر من 45 نوع عيش من ايام الفراعنه. فعايز اروح لكل مكان، بلد بتعمل العيش بطريقتها واشوفها بتتعمل ازاي. دي اول لوحه هتشرح لكم كده ببساطه الموضوع. اتفضلي. اوكي. انا في اللوحه دي انا حبيت اعمل فوكس على الست، وبرضه هركز على ان الراجل دايما بيبقى ممكن ينسى ماضيه لمجرد الشهوه. يعني عجبته الست بس لمجرد ان هي عجبته البادي بس، ناسي بقى كل العيشه والحياه بتاعته زمان، وركز في الحاجه اللي عجباه. وانا بحس ان لما هو بيعمل حاجه زي كده ما بتبقاش، يعني انا رسمها كانها تمثال على فكره. يعني انت كده بتفكر في حته حجر، لا فكر في الروح اول قبل الجسم. فدي رسالتي للراجل عموما، وده الاحساسي وانا بعمل حلوه جدا، والوانها حلوه جدا ومختلفه. اللوحه الثانيه
اللوحة التانية برضو عن علاقة الرجل بالمرأة، ودي أهم علاقة في الحياة، يعني دي آدم وحواء وبدأناها كده. فبالنسبة لي اللوحة دي أهميتها عندي كبيرة، لأنه زي ما بقول إن الجسم حاجة والروح حاجة، فهو قريب منها بجسمه لكن قلبه في حتة تانية، فكره في حتة تانية. قريب منها بجسمه لكن هو عامل زي حتة الحجرة برضه، يعني مفيش مشاعر. فحتى حبيت ان انا لما اجي اظهره في العمل، حبيت اظهره كانه حته نحتيه، يعني عمل نحتي، مش فلاش، يعني مش دم ولحم وكده. اللوحه المجمعه المقسمه ل4 اجزاء اكيد بتحكي قصه. لا هو انا حبيت ان انا اقول انا بحب البوب ارت يا جماعه. البوب ارت الناس كتير ما بتفهمهوش او بتقلل من قيمته شويه، وبتحس ان هو حاجه مش قيمه، لكن انا بحس ان هو حاجه قيمه جدا باختيار الالوان اللي فيه بذكاء. انا حاولت ان انا ادخل البوب ارت في الابستراكت يعني، وبرده زي ما انت شايف انا دايما بتكلم عن الروح اكتر منها عن الجسد. فهنا عامله اللوحه على فكره ممكن تتقلب الناحيتين، يعني مره روحين في بعض، ولو اتقلبت على الناحيه التانية زي كده هيبقى حد بيحضن روحين. الله. بس وحبيت اقدمها بالشكل ده لانه انا حاسه انه لو قدمتها لوحدها مش هتحس بالقيمه بتاعتها، انما وكمان ان انا احطها بكذا مجموعه لونيه، والمجموعه اللونيه تبقى متواصله ومترابطه وفي نفس الوقت مختلفه. فده فكرتي في العمل ده. احنا شايفين، انا شايف في مجموعه من اللوح ابيض واسود صح؟ يعني ومجموعه تانية فيها الوان صارخه شويه. ايوه. ايه الكونسبت من ده؟ في الابيض واسود انا بحبك تركز على الموضوع قوي، وانت تحلله براحتك وبرواقه. الالوان دايما تاخد عينك، تمام، والالوان دايما تشد. يعني في ناس تعجبها اللوحه لمجرد الوانها حلوه، لكن ما بصوش على الكومبوزيشن بتاعها. انا هنا الكومبوزيشن عندي مهم، فركزت ان انا اخليه مهم، ما شوش بالالوان. الكومبوزيشن ده مهم ليه؟ لانه هو كومبوزيشن مش واحد، هي لوحة واحدة ب4 كومبوزيشن. هتقلبها يمين هتبقى حاجة، شمال هتبقى حاجة، upside down هتبقى حاجة. هنا المدياني بورتريه بتاع كلاون، هنا 2 بيحضنوا بعض. حلو قوي دي. حاسس ان هي استر مودرن قوي. وهنا يعني الراجل وهو بيعمل بروبوز للست. وهنا اللي هي اللوحة الأصلية الأساسية اللي هي لو قلبتها تعمل لك كل دول، اللي هي جسم الست بقى، ده البادي بتاع الست المصرية، يعني عارف اللي هو كل حاجة فيه غنية كده يعني. بس لأن أنا مش يعني بقول إن مش عشان الجسم رفيع يبقى حلو، لأ، في التخن في حلاوة برضه. صح. دي صورة تانية حلوة. الألوان العمل ده ألوانه خفيفة خالص، شيك قوي، لأنه برضو من ضمن الأعمال اللي هي بتتقلب. دول 4 لاين بس في اللوحة. كل مرة بيدولك معنى وإحساس شكل لو قلبت على العكس. هم ليهم 3 قلبات، واحدة بالطول وبعدين بالعرض وبعدين بالطول تاني. كل واحدة بتحكي لك حكاية، بس فهي قيمتهم في كده. واللون الخفيف ده بيديلك كده صفا في الروح، يعني نور، تبقى فيه هدوء، مفيش لغوشة. بصراحة أنا شايف، يعني أنا كإنتيريور ديزاينر أنا شايف إن اللوح كمان مناسبة إن أنا ممكن أخدها في أي مكان وأحطها وتبقى لايقة قوي على الأماكن واللاين الجديدة. فحاسس إن هي هتبقى برضو إضافة لأي حد بيحب الحاجات اللي هي الاوريجينال، اللي هي مش الحاجات البرنتد. أيوة. وهو اقرب انه يكون برنتد بس بصبغه كده شيك قوي، وطريقه مودرن وحديثه. انا شايف ان كل الخطوط على فكره جميله قوي وتناسب اذواق ناس كتير كمان، يعني حتى لو هي كوميرشال كمان تجاريه ممكن تبقى حلوه كمان جدا، مش فنيه بس، يعني فنيه فيها عمق وحاجه جميله بس مش منفصله عن الواقع يعني. بالظبط. بس هو كمان هتلاقي فيها اختلاف وهتلاقي فيها اتصال في نفس الوقت.
نمشي مع بعض بقى. دي رحله على فكره، دي جيرني. يعني دي عايزه بقى حد يقعد يفكر فيها كده ويطلع الفيجرز اللي فيها ويقول فين الانسان وفين الحيوان وفين السماء وفين الارض وفين المركب فين الناس فين دي حكايه. دي حكايه انا بحبها قوي يعني ارتبطت بيها عاطفيا كده، ما اعرفش يعني. جميله فعلا قوي قوي. نيجي على اللوحه الحلوه قوي دي الماستر بقى. دي شايفين شغل كتير والوان مختلفه وشغل لوكسجري قوي. دي اللايف. ممكن يعني بقى تشرحها لنا؟ بص، اللايف زي ما هي كده فيها كل حاجه، فيها العلاقات اللي بين الراجل والست، العلاقات اللي بين الطفل وامه، العلاقات بين الست والست، فيها الخداع. هتلاقي فيها الخداع، يعني هتلاقي ممكن تطلع منها ماسك وممكن تطلع منها سيدة بكل اللي جواها شايلاه ازاي. هتطلع منها 2 بقوا حتة واحدة من كتر ما هم منقين بعض صح. هتطلع منها حضن بشفافية، هتطلع منها حزن وانكسار، هتطلع منها برايد، هتطلع منها احساس الست بجسمها وبحلاوتها وانوثتها، يعني وانوثتها. فاللوحه مليانه. يعني انا مش عايزه يعني ابوظ عليك ان انت تكتشف ده بنفسك. انا الحقيقه اللوحه دي بداتها بنقطه وانتهيتها بنقطه. يعني اللوحه دي خط واحد بداته، ما شلتش ايدي غير لما خلصت. فدي بالنسبه لي كانت بالنسبه لي انا مفاجاه. ولما بدات اشتغل فيها والونها وقررت ان انا اعملها مونو، يعني كلها لون واحد بس بدرجاته، حسيت ان انا برضو كده بركز على الفيجرز علشان ما شوش بالك، يعني اخليها هاديه وبسيطه، ما فيش اي تشويش، وتاخد راحتك في ان انت تدخل فيها بسلام وتطلع منها بسلام. حلو قوي. لوحه قيمه جدا. لوحه حبيبتي. يمكن شرحك كمان اضاف لها. احنا دايما بنحب نشرح اللوح لان احنا حابين نظهر ونبقى الفن النوع ده من انواع الفن يبقى اندر سبوت ويبقى في متناول الجمهور العادي انه يشوفها ويقدر يقيمها او يفهمها. فدايما احب اسالك ايه الكونسبت اللي في اللوحه وقصده ايه بالالوان وقصده ايه بالحاجات دي، لان لازم هم يفهموا العمق اللي في اللوحه نفسه وجمالها فين، مش في الالوان ولا في الرسم. انا حاسه ان كمان اللي انا عملته في الاعمال الاخيره بتاعتي، ودي من ضمن الاعمال الاخيره، ان انا مش بس ما لونتش كتير، انا بدات اظهر الفيجر كانه منحوت. وده لانه انا يعني عشقي للنحت كبير جدا، وحاسه ان انا يعني دلوقتي ايدي بتاكلني ان انا ابدا اشكل. نستنى شويه. بس حسيت ان انا طبعا على الاقل kind of a sketch للنحت بتاعي بعدين. اللوحه دي كمان يعني برضو خط واحد برضو، ودي فيها حب كتير قوي. دي مليانه حب. انا حاسسهم فاميلي. هم فاميلي فعلا. وهو حاضنهم كلهم. الاب حاضنهم والفاميلي. بص كل واحد محطوط في مكانه ازاي، kind of a puzzle. they are one piece في الاخر. جميله جدا. اللوحه الحلوه قوي اللي عجبتني، اكتر لوحه عجباني لحد دلوقتي. طب حلو، الحمد لله، مبسوطه انها عجبتك قوي. جميله جدا. نكمل على الحاجات الصغيره. اوكي. طب خلينا نخرج بقى من البيزك. وخلي بالك اصل انا مطرقع شويه في موضوع الفيديو. فالقناه عندي اصلا بتتكلم على الهيلثي لايف ستايل او كل الحاجات اللي انا بحبها، مش شرط حاجه معينه. فبعمل بلاي ليست لكل حاجه انا بحبها، بحطها في بلاي ليست لوحديها. المفروض الحلقات دي، المجموعه دي اسمها اللمه الحلوه. واللمه الحلوه دي بتلم كل الناس بشكل جميل، بعيد عن البيزنس بروفايل بتاعهم، هم بيشتغلوا ايه، هم مين اصلا. انا دايما بحب اجيب الجانب الشخصي وايه هو بيحبه بس، وناكل مع بعض. حلو ده. فاكيد احنا هنكمل الحلقه دي باكله
لازم انا اللي اعملها بقى. لازم تعمليها وانا اللي اعملها. ايه ده انت بتعمل اكل؟ طب بس انت هيلثي. بتعرف؟ وانا هيلثي برضه. بس هيلثي. مية مية. خلاص احنا كده تمام مع بعض. متفقين. او هناكل في مكان بره ممكن زي ما تحبي. لا 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 انا ما بحبش اكل بره، انا بحب اكل هوم ميد. طب حلو. بحب اعرف انا بحط جوه بطني ايه. طب برافو. انا من انصار الحكايه دي. بس في جمهور بيطلب مني طب احنا حابين ناكل بره، ممكن ناكل ايه؟ ممكن بقى ناكل سلطه. ده اللي بنحاول بقى ايه. الحاجه الوحيده لا يعني بحاول اختار لهم احسن الاماكن. في اماكن على حلوة. مستوى الاكل وعلى مستوى انه يخرج يتبسط. بس هو دايما الكونسبت بقول ايه، مثل كده الفلاح بيقول لك ايه، الجنه من غير ناس ما تنداس. دي حقيقه. فانا بتكلم دايما انت لو في احسن مكان في الدنيا ومفيش حد بيشاركك الحاجات الحلوه اللي انت بتحبها او في احسن مكان انت بتحبه، فاعتقد ان هو مش هيبقى ليه اي قيمه بالنسبه لك. فاللمه الحلوه المقصود بيها ان دايما اي لمه حلوه بيبقى فيها اكل حلوه، بيبقى فيها قعده حلوه، فيها نكته حلوه، بيبقى فيها حاجه بتتقدم مختلفه. كل واحد ربنا بيبقى مديله كده موهبه وحاجه عظيمه لوحده هو من غير حد تاني. فانا بحاول دايما احط الحاجه دي اندر سبوت واوريها للناس من الجمهور العادي. فمن اول سائق التاكسي لحد الفنانين والناس الارتست، الناس بقى بتوع الحاجات المهمه جدا اللي هم زي ما بنقول عليهم القوى الناعمه، والناس اللي هم بيقدروا يشكلوا وجدان الجمهور حتى لو الفن ده مش مؤثر بشكل كبير. بس احنا مع الوقت ومع ان احنا نخلي الناس تشوف الحاجات دي. يعني انا متربي مثلا على برامج مثلا سامي الاتربي وتياترو مصر والحاجات دي، تياترو سوري، الحاجات القديمه قوي دي كلنا اللي كنت بشوف، وحكايه القهاوي من الحاجات اللي بعشقها جدا. فالحاجات دي شكلت عندي جزء في ان انا بحب اتفرج على الحاجات اللي فيها تراث والحاجات اللي فيها فن. فانا نفسي الجيل الجديد واولادي واولاد الناس التانية يشوفوا الحاجات اللي احنا ما شفناهاش. يعني مش معقول هنفضل نشوف على برامج مسابقات واغاني ويستمتعوا بيها على بالظبط. يعني احنا بقت جوانا يوم ما نشوفها بنحس بحنين. بالظبط، هو ده اللي انا بحاول اكد عليه. فخلينا نكمل بقيه المعرض. قطعنا شويه عشان برضو الناس تاخد بريك ونتكلم مع بعض تاني. اوكي خدهم بسرعه كده. التشكيلات هتلاقيها مختلفة، فيها نور، فيها إضاءة، كريستالز، فيها بليسنج، فيها بادي لانجوج، فيها هدوء وسكون، سكون الليل وإحساس الترابط وإحساس الانفصال موجود. وهي نفس الديزاين، بس مرة تحس فيه بترابط ومرة تحس بيه بانفصال. وساعة الترابط هتلاقي اللون بقى اورنج وساعة الانفصال هتلاقي اللون بقى ازرق او بقت حاجة صعبة. اللوحة دي صعبة جدا. اعتقد فيها تكوينات وناس ومشاعر وبني ادمين. انا حتى مسميها arrival لان وقت الوصول ووقت الفقدان ووقت العياط وانا بسلم وانا بقول باي باي وانا بحضن وانا اللوحه فعلا حلوه قوي، معبره جدا يا جماعه، وانا بستقبل وانا بفكر في حد وحشني. يعني دي كمان مهمه قوي يعني. بس في عندنا هنا برضو اللوحه دي بالنسبه لي مهمه جدا. هم كلهم الحقيقه يعني حبايبي ولادي، بس دي بحسها انه ساعات بنبقى ميرور من بعض. دي حقيقه. ساعات بنبقى exactly the same في حاجات معينه، مش بقول في كل حاجه بس في حاجات معينه. ولما بنلاقي كده بنقرب لبعض. يعني التشابه بتاعنا هو اللي بيقربنا لبعض. انا يعني عامله فيها حاجتين، الشغل بتاعي لكن محوطاه بنوت بإله السماء بتاعت المصريين القدماء. أنا الشغل المصري القديم يعني بيأثر فيا، بيديني طاقة، معرفش بيعمل إيه بس بحب الموتيفس الفرعوني قوي جدا يعني. دي لوحة المعرض، دي الأحجية، دي الحكاية بقى. يعني أنا تقريبا رسمة نفسي فيها. بس حلو قوي. عاملة إحساس الحرية، عايزة أطير بقى، عايزة أطير. فهتلاقيني طايرة حتى لو هطير بجناح واحد بس هطير. طب خلاص طيري بقى. طير أنت.
هنكمل بقيه ده كده احنا رجعنا للصعيد. احنا كده انت رجعت الصعيد. رجعنا الجذور. الروتس يا جماعه. الروتس بكل ما فيها، بكل حلاوتها، بكل حبها. طبعا اشهر حاجه العين دي. أيوة. انا عارفها كويس قوي بتاعت الحج والحاجات دي. عشان الحسد. عشان الحسد كانوا بيعملوها بيرسموها. الايد هي اللي بتاعت الحج. الايد ما برضه عشان ما حدش يحسد برضه. ايوه انا فاهم، انا بقول العيش بقى والاكل والطبليه الاكل اهو. مش كنا لسه بنتكلم على الاكل يا جماعه. بصوا ثقافه الاكل انا عارف هي مهمه جدا. ثقافه مهمه جدا. في واحد ثقافه الاكل بتاعته جمبري. انا بموت في الجمبري. بموت في الجمبري. انت حطني في الجمبري ما حدش يعرف ياكل. الظاهر الموضوع كله جمبري يا جماعه وانا مش عارف. دول كمان يعني احبك تحط عليهم سبوت لايت، لان دي بالنسبه لي انا بموت في الصحراء. انا بحب الصحراء قوي وبحب السكون، فدي فيها كميه سكون غير عاديه. ودي احساسي لما كنت قاعده ومحبوسه في البيت بقالي كام شهر عشان الكورونا. ما بقيتش عارفه الصبح من بالليل، ما بقيتش عارفه انا مستنيه لغايه امتى، ما بقيتش عارفه انا هروح فين ولا هفضل مكاني. وكان في خوف وذعر ورعب، فطلعت اللوحه اللي هي قاعده مستنيه بقى هنشوف الصبح بيجي. الحمد لله يعني. بس هنا مون لايت، وهنا الصداقه والصحوبيه الحلوه اللي برضو بتعملنا حاجه واحده مع بعض، والحضن بقى والحب والكلام الكبير. في بقى لوحه احنا ما كلمناش عنها جميله قوي، دي انا هقعد اقلبها لك بالدايه. في الوضعيه دي هي ست، وبعدين هقلبها لك شوف كده بقى راجل. فانا قصدي ان الراجل والست عاملين زي الانترلوك في بعض، وقت لقوا بعض صح بقوا جسم واحد. اقدر اقول لكم ان الناس اللي ما بتجيش دار الاوبرا يا جماعه وبتتفرج على المعارض الفنيه كتير الموجوده للناس حتى البروفيشنال والناس التالنتد واليونج ارتست والناس دي، مهم جدا ان انتوا تيجوا تشوفوا الحاجات دي بنفسيكم لان هتفرق معاكم قوي قوي قوي. وانا عن نفسي النهارده شخصيا اتضاف لي حاجات جديده، اتعلمت حاجه حلوه، فهمت شويه حاجات مختلفه عن الفن وعن الرسم وعن الحاجات دي. طبعا معايا حد جميل شخصيته جميله كمان، فخلينا نقفل الحلقه بلفه كامله عن المعرض انا كنت مصوره بالكامل، ونبذه هنتكلم فيها على الارتست اللي رسم المعرض، وهنحط اللينك والبروفايل في الديسكريبشن بوكس تحت. وخلونا مع بعض، ولما الحلوه هنكمل بقيه الحلقات. باي باي.